السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. مكملين معاكم في سلسلة الفيديوهات القصيرة والحلقات القصيرة اللي قلنا هنعملها ان شاء الله الحلقة باذن الله عشان نستمر. يا رب ادعوا معايا نستمر فيها باذن الله، ربنا يكرمنا. يعني كل حلقة ان شاء الله تاخد دقيقة وكام ثانية. هنتكلم النهارده عن اخطر انواع التسوس اللي بتصيب السنان. النوع الاول عندي تسوس الجذور، وتسوس الجذور ده بيحصل لما بتكون اللثة ضعيفة. بتبدأ ايه اللي يحصل؟ الجذور بتاعت السنان بتتكشف. الجذور نفسها طبيعي ان هي بتكون داخله، اصلا جذور السنان نفسها بتكون داخله في العظم وداخله في لسه متغطيه، ما بتبقاش من الطبيعي انها تكون ظاهره في بق كل واحد فينا. فلما بتظهر بيبدا بعد كده ايه؟ طبعا بتكون عرضه اكتر ان هي تضعف ويحصل لها تسوس. اول ما بتتكشف ده بيكون بسبب ضعف اللثه، وده بيؤدي ان ممكن ايه؟ السنه كلها تتخلع في الاخر، اصلا بتتلخلخ كده وبتتشال. تاني حاجة التسوس العميق، برضو من أخطر أنواع التسوس. ده هو التسوس اللي هو بيمتد من السنة، بيدخل من التاج بتاع السنة من فوق وبيمشي لحد ما يدخل العصب. ولو دخل العصب بيسبب آلام، بتضطر بعد كده يا إما تعمل حشو عصب يا إما بتعمل خلع للسنة. بس أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.